انزلق من الحزام في أعلى سقوط حر في العالم، وسقط من ارتفاع 1000 قدم على الأرض. كما ترون، عندما ركب الحزام لم يكن مناسباً، ولكن بدلاً من رفضه، قام المشغل بتعديل بعض الحزام لمنحه مساحة إضافية. ارتفعت اللعبة إلى أكثر من 4 مليون قدم قبل أن تسقط فجأة بسرعة 75 ميلاً في الساعة، لكن المساحة إلى الإضافية تعني أن الحزام لم يكن آمناً، وانزلق الصبي من خلال الفجوة وتوفي بشكل مأساوي متأثراً بجراحه. كل ذلك بسبب خطأ بسيط تعرضت للتنمر من قبل زملائها في المدرسة للهروب، وفجاة من المتنمرين الذين كانت تختبئ في الحمام، وعثر عليها لاحقا علقة متوفاة على يد زملائها في الفصل. ثم أغلقت سلطات. أصيبت المدرسة المرحاض بعد انتشار شائعات بأنه مسكون. كان يعتقد أنه إذا دخلت ذلك المرحاض فسيظهر شبح الأسطورة اليابانية هاناكو أمامك قبل أن تتمكن من الرد. ستمسك روحها بوجهك وتسحبك إلى المرحاض. وجد سمكة قرش رجلا وقطعت يده وساقه في عام 2009، وبدلا من الاستسلام قاوم بلكم القرش في أنفه وفقأ عينيه، وأخيرا تركه القرش وسبح إليه بعيدا، مما منحه فرصة للهروب، وتمكن من البقاء على قيد الحياة إلى حيا، على الرغم من فقدانه لاثنين تحديد موعد من أطرافه.